كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قرية هادية، كان فيها ولد جميل اسمه سليم، معروف إنه ذكي، بس دايما كان مستعجل وعاوز كل حاجة تحصل بسرعة. وفي يوم جاله باباه واداله شتلة صغيرة وقال له ازرعها وخلي بالك منها. ساعتها سليم أخدها وزرعها وسقاها وقعد يومين ينتظر إن هي تكبر، لكن لقاها ما كبرتش. زعل، شدها من الأرض ورماها. وعدى عليه شيخ كبير، شاف اللي حصل، قال له بهدوء: يا ابني، انت ليه بتستعجل الخير وبتضيعه من ايديك؟ لكن بعد شهور شاف سليم شتلة تانية، كان واحد صاحبه زارعها، بقت شجرة كبيرة ومثمرة. وقتها فهم غلطه وندم. حبايبي، الصبر مفتاح كل حاجة حلوة، واللي يستعجل النتيجة يخسر، يخسر التعب بتاعه كله. وتفضل الحدوتة تقول لنا: اصبر، الخير دايما بيجي في وقته. ولو حابين نتعلم أكتر وأكتر، بكرة معادنا مع حدوتة جديدة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايكات كتيرة علشان كل حبايبنا يشوفوا القناة ويتعرفوا ويعرفوا الحدوتة الجديدة بتاعتنا.